أحبتي متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، جد التحية معكم، ويسرني أن أنقل لكم الشوط الثاني لمباراة نفط ميسان ونوروز لحساب الجولة الثانية من دوري نجوم العراق موسم 25-26. طبعا لمن التحق بنا الآن، الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف ما بين الفريقين. سجل أولا طبعا نادي نفط ميسان عن طريق ماثيو أوتلانجي، وعدل آسو رستم من ركلة جزاء لفريق نادي نوروز اللي يبدأ الهجوم الآن حرة مباشرة، والخطأ لهيران أزاد. نوروز بالأبيض الفريق الضيف، ومدرب الصربي سفيتش بنفس الأسماء. يلعب بهاني الشاكر طبعا بحراسة المرمى، تقي فلاح، توتيش، ميرسيش، محمد دلاور بالدفاع، هيران أزاد، روى يوسف، نولان باتينا، وكلاوديو أوليفيرا، وفي المقدمة مروان حسين آسو رستم. بينما الأردني عبد الله أبو زمع يلعب بنفس تشكيل الشوط الأول. يلعب بأحمد خالد الواضح بالصورة بحراسة المرمى، خط الدفاع مصطفى محمد جبر، مهند حبيب، سواليو، أوتارا، مصطفى عبد الجليل. بالوسط محمد سلام، ماثيو، الديمي داوودة، علي لطيف، يوسف محمد الحيمي اللاعب اليمني، وحسين طالب. حرة مباشرة، طاقم تحكيم اللقاء بقيادة الحكم طبعا أحمد قاسم، يساعده صفد صباح وعلي أحمد شاكر ومحمد أحمد شاكر. بينما في غرفة الفار أمجد كامل وحسين فلاح. تقي فلاح، حرة مباشرة مع أوليفيرا لنادي نوروز بمكان خطير، تترك وعلى العارضة تقد مروان حسين إلى ركلة مرمى، أو كان لاعب الفرنسي باتينا، لاعب جيان بيريرا باتينا، ومرت وعلت العارضة لركلة مرمى لفريق نفط ميسان. كل يعلم طبعا انتصار بالجولة الماضية لنادي نوروز على الكهرباء 3-2، بينما نفط ميسان خسر هنا في ميسان أمام الميناء 1-3. القطع من روى يوسف. الشوط الثاني يحاول نادي نفط ميسان الانتصار وتعويض الخسارة، بينما نادي نوروز يحاول الفوز وتعزيز الفوز. انطلاق الآن، قطع ممتاز من دلاور، يحصل الكرة نادي نوروز، محمد دلاور يلعب الكرة، سواليا أوتارا اللاعب اللي يتسبب بركلة جزاء إلى ماثيو صاحب الهدف، يمر بشكل ممتاز. انطلاق الآن، ديمي داوودة وحسين طالب، خطيرة لكن تصل لهاني شاكر. محاولة جيدة كانت من نادي نفط ميسان اللي يحاول طبعا بهذا الشوط. هاني شاكر يلعب الكرة مع اللاعب الصربي ميرسيش، قطع للكرة، الخطأ الآن ثاني لنفط ميسان. لطيف يا لطيف على هذا الهدف، علي لطيف بهدف ثاني، ولفرسان المملكة بخطأ من المدافعين، وبالتالي هدف ثاني لفرسان المملكة عن طريق علي لطيف. 2-1 أصبحت. شوف الخطأ هنا من اللاعب كريستيان توتيتش أو الفرنسي باتينا، تأخر، وبالتالي علي لطيف وثاني الأهداف لنفط ميسان. لاحظ التركيز، وعلى يمين الحارس هاني شاكر، وبالتالي ثاني الأهداف لنفط ميسان. أصبحت الآن 2-1. حلوة المباراة. خطأ طبعا من الفرنسي الواضح بالصورة
نولان باتينا. ما كان هناك انسجام مع كريستيان توتيش الصربي، لذلك استثمر فريق نفط ميسان الخطأ وسجل هدف الثاني. اثنين واحد لنفط ميسان صاحب الأرض والضيافة على حساب نادي نوروز في 8 مباريات و4 زيارات لنوروز. هاي الزيارة الخامسة إلى ميسان لم يحقق الانتصار. الانتصار الوحيد طبعا كان لنوروز كان في السليمانية. انطلاقة الآن هيران آزاد يلعب الكرة لتقي فلاح، حاول بالوسط روى لكن ماثيو يقدم مباراة ممتازة. هذا روى يوسف ينقل الكرة تصل لمصطفى محمد جبر، محمد سلام، حرة مباشرة وخطأ. المباراة القادمة للفريقين نفط ميسان سيضيف الغراف بالجولة القادمة، بينما نوروز سيواجه البطل الشرطة بطل دوري نجوم العراق بالنسختين الماضيتين، والشرطة في رقم قياسي 4 مرات متتالية يفوز بالدوري. انطلاقه الآن ماتيو يحاول للمرة الثانية لكن إلى ركلة حلوة المباراة. يعني البداية تحس الإثارة والنوايا هناك هدف بالدقائق ال4 الأولى. بالدقيقة 49 لعلي لطيف، كلاوديو أوليفيرا حاول بالكرة إلى تقي فلاح بالوسط، هيران آزاد، آسو رستم صاحب الهدف للتعديل، روى يحاول إلى آسو والتسديدة، وأحمد خالد إلى الركني. هذا آسو رستم صاحب هدف التعديل، سدد يعني الحارس أحمد خالد اعتقد بأن الكرة يعني على المرمى، وبالتالي رماناتسا وبالتالي ركنية الآن. كلاوديو أوليفيرا، نوروز يحاول أن يعدل مبكرا عن طريق البرازيلي، عالية ومسك محكم من أحمد خالد حارس المرمى. نفط ميسان طبعا قدم لنا هدافا للدوري وسام سعدون 23 هدف في موسم 2017. واعتقد الخطأ على أحمد خالد، الخطأ على أحمد خالد اعتقد موضوع ال6 ثواني، وبالتالي او خلينا نشوف ابعاد لي الكرة. الركنية الآن، ركنية الآن، ركنية ل4 ركنيات لنادي نوروز. تقي يلعب الكرة لنادي نوروز داخل منطقة الجزاء، خطيرة مرت، راجع لي تقي حاول بالكرة عالية، والإبعاد هذه المرة من المدافعين والخطأ. هذا علي لطيف، لاحظ التدخل،
كانت طبعا ركنية لنادي نوروز على التعديل الجديد، يعني إذا الحارس أكثر من 6 ثواني تكون ركنية. هذا ما طبق الحكم أحمد قاسم مع الحارس أحمد خالد، لذلك احتسب ركنية. التعديل الجديد لقانون كرة القدم بالنسبة للحراس. كريست في ورقة أولى للأردني عبد الله أبو زمع، اللاعب القادم من الكرخ نفط ميسان، لاعب الكنغولي بديلا لمحمد سلام. آسو رستم انطلاقة بداية قوية عن بعد الهدف، حاول أن يعدل لكن القطع من مصطفى عبد الجليل. تماس الآن محمد دلاور. نوروز يبحث عن التعديل، داخل منطقة الجزاء، المحاولة تقطع من دفاعات نفط ميسان. ديمي داوودة إلى الأمام، راجع الكرة. آسو قريب، روى محاولة التمرير ويحاول يبعدها كريستيان توتيتش، يعيدها لهاني الشاكر. نادي نوروز إلى مصطفى محمد. هيران آزاد إلى اللاعب باتينا، تمريرة لآسو والقطع من القائد أوتارا إلى الركنية. سواليو أوتارا لاعب الإيفواري صاحب 29 سنة، بينما هنا مارادونا كلاوديو أوليفيرا. فرحة جماهير نفط ميسان فرسان المملكة بالتقدم لغاية الآن. أوليفيرا يلعب الكرة لنوروز والإبعاد من أحمد خالد. راجع الكرة باتينا والكرة إلى التماس. هذا الفرنسي نولان باتينا اللي أخطأ وتأخر في الكرة وتسبب بهدف علي لطيف. ما كان هناك انسجام. هذا الخطأ مخرج عاد النيا لاحظ توتيتش وباتينا، وبالتالي استثمر الكرة علي لطيف أفضل استثمار وسجل الهدف الثاني. هي كرة القدم أخطاء يعني والأهداف، وبالتالي ثاني الأهداف لنفط ميسان عن طريق الفنان علي لطيف. ديمي داوودة يعيد الكرة إلى ماثيو، التمرير مصطفى محمد جبر يلعب الكرة لديمي داوودة وخطيرة إلى الركنية. القطع كان من الصربي ميريسيش، هونين ميريسيش، بينما هنا اللاعب الكنغولي كريست، اللاعب اللي اشترك منذ دقائق بديلا لمحمد سلام بصفوف فريق نفط ميسان. لاعب كريست الكنغولي قادم من الكرخ. ركنية الآن لنفط ميسان. مصطفى محمد جبر يلعب الكرة. مصطفى داخل منطقة الجزاء، ابعاد من الدفاعات. كريست قريب، صراع خطيرة، ابعاد من دفاعات نادي نوروز. حاول بالكرة يوسف محمد، ابعاد من الدفاعات. كلاوديو راجع الكرة لمصطفى عبد الجليل إلى كريست. هذا علي لطيف، واحد من الأسماء المميزة اللي قدمت موسم جيد الموسم الماضي. آسو يلعب الكرة من هناك لباتينا تقي فلاح نادي نوروز.
روى تمرير مع هيران عزاد لتقي نادي نوروز، يحاول والكرة تقد إلى التماس أو الركنية. خلينا نشوف لنادي نوروز. ساعة من اللعب، 60 دقيقة. التقدم لنفط ميسان بهدفين، ماتيو وعلي لطيف قابل هدف لنوروز سجل من ركلة جزاء عن طريق آسو رستم. كرة اللعب خطيرة وابعاد من الدفاعات. نفط ميسان راجع الكرة، ميريسش يلعب الكرة لروا. تقدم الآن ديمي داوودة، علي لطيف تمريرة رائعة، أدوار ممتازة لعلي لطيف إلى ديمي داوودة. نفط ميسان يحاول بالكرة الآن إلى كريس، تغيير محاولة إلى الجهة اليمنى، اي نعم لمصطفى. تغيير إلى اليسار، ديمي داوودة بحث عن خطأ، حرة مباشرة وخطأ. بالسلامة. شوف التدخل من كريست. نادي نوروز حاول بالكرة، باتينا عيدها، توتش لميرسش، وسهلة جدا لأحمد خالد حارس المرمى. هذا اللاعب ميرسش لاعب الصربي، حضور الشغف، الحب، الشيبة الكريمة والحضور. انطلاق الآن سين طالب، نفط ميسان محاولة ابعاد الكرة إلى التماس. قادم من كربلاء بالنسبة لحسين طالب. حرة مباشرة ل دلاور، نادي نوروز عملية البحث عن التعديل مستمرة، لكن الإبعاد من مصطفى إلى ماثيو صاحب الهدف. التماس، 3 تغييرات يجريها المدرب داليبور سافيش المدرب الصربي. لاعب باتينا يترك المباراة، واللاعب هيران ومروان. 3 تغييرات، هيران ومروان وباتينا، 3 لاعبين تركوا المباراة. ومشاركة طبعا لمحمد رضا، واللاعب الآخر لاعب جيتان لاورا، ولاعب فيليب. ثلاث لاعبين دفعة واحدة للصربي داليبور سافيتش. محاولة الآن، هذا اللاعب سجل. جيتان لاورا من الكونغو سجل هدف على الكهرباء.
وهناك اللاعب فيليب الصربي، لاعب اللي لعب لقادش الاسباني. وهناك لاعب محمد رضا جليل اللي سجل هدف على الكهرباء مباراة 3-2 لنوروز. محمد رضا جليل طبعا لاعب الزوراء واحترف في ايران بالرقم 7. مصطفى يلعب الكرة، يوسف محمد لاعب اليمن يلعبها مع مصطفى الى يوسف، لا وجود للتسلل. يوسف الى التماس، هذا يوسف محمد الحيمي لاعب القادم من اليمن. يوسف يلعب الكرة من علي لطيف، علي يلعبها ديمي داوودة بساحة لعب فريق نادي نوروز. 2-1. مصطفى راجعة إلى ماتيو أوتارا وتعود من ميريسيش إلى هاني شاكر حارس المرمى. الصدارة لديالة طبعا بالعلامة الكاملة ب6 نقاط. نوروز خامس الترتيب ب3 نقاط خلف النفط والميناء وأربيل. يعني نحن في بداية دورينا لغاية الآن، وأكيد رتم المباريات سيتصاعد بالجولات الخامسة والسادسة والسابعة مع استمرار دوري نجوم العراق. لازلنا في البداية، لكن الموضوع الجيد في دورنا لغاية الآن مباراة رقم 12 ولا وجود للتعادل، لا سلبي ولا إيجابي، كل المباريات تم الحسم. يعني وصلنا إلى 31 هدف كنسبة جيدة. عملية تحضير هجوم الآن، دلاور بعد لي الكرة طالت على داوود، هذا محمد رضا. محمد رضا جليل لاعب الزوراء السابق، بينما هنا محمد دلاور نادي نوروز بحث عن التعديل. عالية عاد لي الكرة كرة بها الوسط. فيليب يلعب الكرة، تبرير روى الانطلاقة البطاقة هذا ديمي داوودة. إذن كلاوديو أوليفيرا اللي ترك المباراة وليس باتينا. محمد رضا يحاول بالكرة، تقطع الآن، انطلاقة المرتدة حسين طالب، خطيرة خطيرة خطيرة، تمرير علي لطيف. الله 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 الله، حلوة من علي لطيف. عبد الله ابو جمع ونظرة على هذه الكرة، كان ممكن يخلص المباراة، يصعب المامورية على نادي نوروز، لكن تألق من هاني شاكر. لاحظ حسين طالب عملية تحضير، علي لطيف باليسار، لكن الانقاذ من هاني شاكر. تألق للحارس هاني شاكر يمنع هدف ثالث لنفط ميسان بهذه اللقطة. الركنية الآن ديمي داوودة
يلعب الكرة عالية، وأوتارا تصل لتقي التبرير مع أسورستب. باتينا قريب مع روى يوسف. تحضير الآن محمد رضا، واحد من الإضافات الممتازة، لاعب خبرة مع الزوراء، احتراف بالدوري الإيراني. كرة اللعب لاعب لاورا جايتن. كرة اللعب محاولة ديمي داود. علي لطيف حاول بالكرة لكن القطع من روى بالوسط. باتينا مر نادي نوروز. محاولات الى دلاور. ديمي داود السنغالي اللي دائما ما يزور شباك نادي نوروز. لاعب فيليب عاد للكرة. تحضير روى الى اليسار. محاولات نادي نوروز. أسورستم. محمد رضا. أوتارا الى كريس. تمريرة لديمي داوودة. حاول بالكرة مع حسين طالب. راجع الكرة. حاول التغيير الى الجهة اليمنى. علي لطيف الى اللاعب اليمني يوسف محمد. مصطفى محمد جبر قريبة جدا داخل منطقة الجزاء. داوودة لكن بعيدة الى ركلة مرمى. طبعا نفط ميسان سيضيف الغراف بالجولة القادمة وعلى ملعبه. 3 مباريات على ملعبه. خسر بال1-3 عن البطاقة على ميرسيش لاعب الصربي. الى اليسار. تقي فلاح. محاولة لنادي نوروز عالية داخل منطقة الجزاء. ابعاد الكرة. أسورستم يحاول في صراع لكن تقطع من كريست. تمريرة محاولة. حاول اللاعب كريستيان توتيش عيد الكرة اللي روى يوسف. الرغبة موجودة طبعا فريق نادي نوروز من أجل التعديل لكن نفط ميسان يحاول الحفاظ على النقاط ال3. تعويض الخسارة أمام الميناء خاصة بأنه يلعب على ملعب المباراة الثانية وسيضيف الغراف في المباراة الثالثة. كريس. تمرير مهند حبيب ولا خطأ؟ هذا روى يوسف لاعب القادم من أربيل. ما راح بعيد يعني من أربيل إلى نوروز. حرة مباشرة. ربما ورقة أخرى. لاعب جعفر ناصر بورقة للأردني عبد الله أبو زمع. جعفر ناصر بديلا لحسين طالب 6 موسم مع فريق نفط ميسان. لاعب طبعا لم ينتقل والولاء للفريق وبالتالي ورقة أخرى شباب النادي الفريق الأول. هذا لاعب آخر إبراهيم محمد يشترك الآن وروى ترك المباراة. طبعا إبراهيم محمد أقدم لاعبي الفريق يعني كان مع نوروز منذ كان يلعب بالدرجة الأولى يعني قبل
6 إلى 7 مواسم. إبراهيم محمد، وكان لاعب سابق للبيشمركة وانتقل إلى نادي نوروز. نادي نوروز طبعا. كرة اللعب، محاولة الآن. 5 موسم لنوروز في دورنا، بينما أول ظهور لليافط الوسط كان في موسم 2009 2010. آخر ربع ساعة من اللقاء، دقيقة 15 تقدم لأصحاب الأرض. ديمي داوودة 2-1 لغاية الآن. ديمي داوودة خطيرة 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 لنفط ميسان، ينتظر الإسناد والتحضير. ماثيو يمر تسديدة واصطدت بعلي لطيف وكأنه يعني مدافع. أسورستم الانطلاقة الآن. لاعب جايتن، انطلاقة، محاولة والإنقاذ. بالسلامة بالسلامة بالسلامة. سلامة لأحمد خالد، والسلامة لمحمد رضا جليل. سلامة من عائلة رياضية طبعا. محمد رضا جليل أشقاء من أبرز لاعبي المنتخب العراقي طبعا بتنس كرة القدم. تتحدث عن الكابتن علي جليل، إنجازات كبيرة، وتتحدث أيضا عن أبو الفضل جليل. عائلة رياضية. وخالهم علي عباس، واحد من نجوم آسيا 2007، أعتقد يعمل في الكادر الإداري مع الأسترالي جراهام أرنولد مع السود الرافدين. السلامة لأحمد خالد، وربما نشاهد الحارس الأساسي حسن نجم. هاي جماهير فرسان المملكة. نفط ميسان بحث عن نقاط 3. أحمد قاسم حكم يدير المباراة بشكل جيد. كنقولي وبالسلامة. محمد رضا مع أحمد خالد، السلامة إن شاء الله. عبد الله أبو زمع بحث عن انتصار أول، تعويض الخسارة أمام الميناء هنا في هذا الملعب. إبراهيم محمد لاعب اللي اشترك، حاول يقطع الكرة. ديمي داوودة في صراع. فيليب آسو يحاول بالكرة. القطع من جعفر ناصر داخل منطقة الجزاء، محاولة ابعاد من مصطفى عبد الجليل. انطلاقة علي لطيف، محاولة تمريرة داوودة، لكن راجعة لكريستيان توتش إلى إبراهيم محمد. تمرير مع دلاور. محمد دلاور يلعب الكرة، يحاول شوف لاعبي النفط ميسان الاعتماد على الهجمات المرتدة، محافظة على النقاط الثلاث الثمينة. لاورا انطلاقة وإلى الركنية. القطع كان من مهند حبيب. ركنية لنادي نوروز يريد أن يعدل. هذا ماثيو النيجيري صاحب الهدف الأول.
وتقي. تقي فلاح على التنفيذ. 10 دقائق على نهاية اللقاء. التقدم لنفط ميسان. عالية الكرة، هدفين مقابل هدف. محمد رضا جليل يعيد الكرة، عالية المحاولة وإلى الركنية. كان الكنغولي لاورا، لكن القطع من مهند حبيب. ركنية الآن لنادي نوروز. الركنية الآن. تقي متخصص بالركنيات، عالية، ابعاد من دفاعات نفط ميسان. راجع الكرة، محاولة لآسو رستم. آسو عالية خطيرة، محاولة وراجع الكرة لأحمد خالد حارس المرمى. مباريات ختام الجولة ستكون يوم غد ب4 مباريات. أمانة بغداد يضيف الموصل، هناك الزوراء والطلبة في لقاء كبير. الغراف سيضيف الكهرباء والشرطة مع دهوك. كرة اللعب، محاولة. محمد دلاور يلعب الكرة، يتركها طبعا سواليو أوتارا. هذا محمد رضا، وبالتالي سجاد جبار وعباس فاضل سيشترك. يوسف يترك المباراة. لاعب اليمني مع صاحب الهدف علي لطيف. عباس فاضل مع سجاد جبار. طبعا عباس فاضل لاعب المنتخب الأولمبي العراقي. هذا الهدف الرائع لماتيو النيجيري لنفط ميسان. بعد ذلك طبعا عدل نوروز من ركلة جزاء عن طريق آسو رستم، ثم أضاف علي لطيف في الشوط الثاني، وبالتحديد دقيقة 49 الهدف الثاني. انطلاق الآن ديمي داوودة وطالت الكرة. عباس فاضل لاعب المنتخب الأولمبي العراقي. ميريسيش، كرة اللعب إلى اليسار. تقي فلاح يلعبها إلى اللاعب باتينا. تمرير لاعب فيليب، حاول بها الكرة بها الوسط. إبراهيم محمد إلى ميريسيش، تقطع الكرة. جعفر والخطأ، الخطأ لمصلحة اللاعب رقم 7 من نوروز محمد رضا جليل على اللاعب رقم 7 من نفط ميسان اللي هو جعفر ناصر. سبعة ضد 7 هذه اللقطة. كرة اللعب لنادي نوروز، ابعاد من دفاعات نفط ميسان. تحس ببعض الاوقات نوروز افضل، اخطر. ركنية الان الفرنسي نولان باتينا على التنفيذ لنادي نوروز. محاولة الان داخل منطقة الجزاء، ابعاد من الدفاعات. كريست يبعدها. محمد دلاور تقطع الآن. مصطفى عبد الجليل لجعفر، راجع الكرة.
كانت من سجاد جبار. كرة خطيرة خطيرة، غياب التركيز باللاعبين نفط ميسان، لكن الابعاد من الحارس احمد خالد. 5 دقائق على النهاية، التقدم لنفط ميسان على حساب نادي نوروز. اهداف نفط ميسان عن طريق النيجيري ماثيو وعلي لطيف، بينما الهدف الوحيد كان لآسو رستم بالركلة جزاء. انطلاقة بالكرة، قطع الآن تصل لجعفر، لاعب اللي اشترك بشوط المباراة الثاني. جعفر ناصر ينطلق، محاولة من اليسار، يحاول يمر جعفر جعفر جعفر، لكن عاد للكرة من ميريسيش بالوسط. آسو رستم، محاولة التغيير راجعة لكريستيان توتيش إلى اللاعب فيليب، لاعب الصربي. ميريسيش، نادي نوروز حاول أن يعدل. محمد رضا، تمريرة داخل منطقة الجزاء. آسو رستم وإلى الركنية، اصطدت بمهند حبيب. محاولات لنادي نوروز، يريد أن يعدل. هذا مصطفى محمد جبر واللاعب باتينا الفرنسي. عالية الكرة ومحاولة الإبعاد، وتصل لأحمد خالد. أحمد خالد حارس مرمى نفط ميسان. أمامية الكرة، محاولة الآن راجعة. كريستيان توتيش يلعب الكرة، التمرير الآن. آسو، تسديدة وإلى ركلة مرمى. محاولة خطيرة. آسو رستم، ومحاولة خطيرة كانت. شوفوا التمرير، آسو رستم وإلى ركلة مرمى. دقيقتين، هذا الوقت بدل الضائع. لما انتهت المباراة بهذه النتيجة، أول انتصار لنفط ميسان وأول خسارة لنادي نوروز. ويبقى نادي نوروز كلما يزور ميسان ل4 مواسم لا يحقق الانتصار. يتعادل نعم، لكن خلينا نشوف 2-1 لنفط ميسان. نعم، في موسم 22 بنيامين أكور وياسين سامي اللاعب السوري. انطلاقة الآن، محاولة تسديدة وبعيدة. حاول بالكرة اللاعب عباس فاضل. الكرة الماضية مرت. ميريسيش إلى كريستيان توتيش، تمرير لاعب فيليب، تحضير. هنا الخطأ، حرة مباشرة. لاعب آخر مرتضى هديب بصفوف نادي نوروز سيشترك. ورقة أخرى للسيد داليبور سيفتيتش.
الآن يخرج باتينا ويشترك نولان باتينا، يترك المباراة ويشترك مرتضى هديب مع نادي نوروز. تقي فلاح لنوروز عالية داخل منطقة الجزاء، قطع من الدفاعات. 4 دقائق سنلعب لغاية الدقيقة 94. يا من تتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، التقدم لفرسان المملكة نفط ميسان بهدفين مقابل هدف. أهداف نفط ميسان عن طريق النيجيري ماثيو وعلي لطيف، بينما الهدف الوحيد من ركلة جزاء لنادي نوروز سجل عن طريق آسوروستا. مصطفى محمد حاول يلعب الكرة مع سجاد جبار، سجاد لمصطفى لكن التغطية حاضرة اللاعب إبراهيم وإلى ركلة مرمى. ركلة مرمى لنادي نوروز، كان ماثيو بالصورة لاعب النيجيري صاحب الهدف الأول. كرة إلى اليسار، إبراهيم يلعبها إلى اللاعب فيليب، لاعب الصربي فيليب جايت اللورا يلعب الكرة. حاول الآن هاني الشاكر، دقيقتين مرت، دقيقتين متبقية. هل يعدل نادي نوروز؟ أم تبقى المباراة لنفط ميسان؟ دقائق أخيرة. تقي عالية داخل منطقة الجزاء وتصل لأحمد خالد. أحمد بالمباشر للاعب اللي اشترك شوط المباراة الثاني جعفر، هجمة مرتدة الآن مع البدلاء. الآن بدلاء إلى كريست، كريست قريب، داوود قريب، لكن الإبعاد من دفاعات نادي نوروز. لورا حاول لاعب جايتن، تغيير إلى محمد دلاور، عالية وخطيرة ومرت من الجنب. محاولة خطيرة، كان اللاعب البديل لاعب الصربي فيليب مالبسيج. لاحظ لاعب لقادش الإسباني ولعب للوفنهايم الألماني. كرة بها الوسط، مرتضى ديب يلعب الكرة، تقطع. ثواني على أول انتصار لنفط ميسان لفرسان المملكة وأول خسارة لنوروز. جعفر ناصر تحضير كريست، حرة مباشرة، اعتقد خلاص. أحمد قاسم قد تكون الكرة الأخيرة في اللقاء. إذا صافرة الحكم أحمد قاسم تنهي أحداث لقاء نفط ميسان ونوروز. طبعا نفط ميسان أنهى اللقاء بالفوز بهدفين مقابل هدف على حساب نادي نوروز. أول انتصار طبعا لنفط ميسان وأول خسارة لنادي نوروز في دوري نجوم العراق. أهداف طبعا نفط ميسان سجلت عن طريق النيجيري ماثيو وعلي لطيف، بينما الهدف الوحيد من ركلة جزاء كان لنادي نوروز عن طريق آسوروستم. مبروك لنفط ميسان، هارد لك لنادي نوروز. التقيكم مباريات قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حمار هاي 5 دقائق.